العيلة الفرفوشة، ناس محترمة بيهزروا، بيعملوا فيديوهات توعوية. من كام يوم كده دخل واحد كتب كومنت وحش قوي، صعب قوي. الكومنت كان جارح قوي. انا شفته معلقتش، ناس كتير علقت وركبت على الترند وعملت ريتش من وراهم. طلع الراجل قال كلمتين قاموا ماسكينه تاني. المهم طلعت امبارح زوجة الراجل وقالت لهم انا اتطلقت، مبسوطين كده، خربتوا بيتنا. انا ورمضان كل واحد راح لحاله، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل حد ظلمني وظلمني وتسبب في المشكله اللي حصلت ما بينه وما بين ابويا. اتمنى تكونوا مبسوطين دلوقتي. داخل على ولادي شهر رمضان من غير ابوه. الله يخرب بيت كل واحد اساء لي وظلمني وقال في حقنا كلمه وحشه. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. انا بصيت على التعليقات بجد حاجه تحزن. مفيش دم، مفيش دين، مفيش اخلاق. الست لا بتطلع بهدوم عريانه ولا بتطلع ترقص ولا بتطلع تعمل فيديوهات. ماشي، مفيش مشكله. ناس كتير بتطلع تعمل فيديوهات، ناس كتير بتطلع على التلفزيون. اشمعنى دول ما بتتكلموش عنهم؟ ناس كتير طالعه بتعمل فيديوهات قذره، اشمعنى دول ما بتتكلموش عنهم؟ اكونت زي رورو البلد ده في كام يوم عملتوه ترند وفيديوهاتها البت عندها ملايين المشاهدات، وانتوا السبب. طلع واحد زي السويسي امبارح يعلق على الفيديو ويقول كلمتين: يا جماعة عيب اللي انتوا بتعملوه، مش كده. يقوموا داخلين له على على التعليقات: انت ديوس، انت فيك، انت وانت وانت وانت. انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ انتوا مش مقدرين حجم الكلمة اللي انتوا بتقولوها؟ انتوا مش واخدين بالكم انتوا بتعملوا ايه؟ للدرجة دي بقيتوا بعيد عن ربنا قوي كده؟ انتوا ايه؟ مش عاجبك المحتوى؟ اعمل بلوك للبيج وخلاص. لكن تدخل تهين وتغلط، اعوذ بالله. هو احنا بقينا في زمن وسخ كده ليه؟ انتوا بقيتوا اوساخ كده ليه؟ مش عاجبك؟ انتقد يا اخي بأدب. انا واحد مش عاجبني وما اتفرجش عليهم، ولو دخلت كتبت كومنت بكتب كومنت بأدب، بنتقد بأدب وباحترام. لكن تدخلوا تشتموا وتغلطوا وتهينوا في الراجل وتقولوا عليه كلام، اعوذ بالله. انتوا مش واحد ولا اتنين، زي ما تكون حملة ممنهجة ضده. وتدخلوا على السويسي نفس الكلام، كل حد يدخل يقول لكم اتقوا الله، تدخلوا تغلطوا فيه وتشتموه. ما تتقوا الله انتوا شوية، ما تخلوا عندكم شوية دين واخلاق يا جدعان.